لا 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 لا، رومونتادا من الخيال، بطلها الجزائري رياض محرز المدمر ليشعل البريمير ليج ويشتعل الدوري الانجليزي، ويبقى الفارق بين الارسنال والسيتي 5 نقاط. ريال مدريد كالعادة بسيناريوهاته الهيتشكوكية يقلب الطاولة على فياريال بعد تأخره من هدفين لينتصر 3-2. العراق يحسم كأس الخليج في الأنفاس الأخيرة في مباراة دراماتيكية. يصنعون أمجادهم. الله. ميسي ورونالدو في مباراة بنكهة دوري الأبطال مليئة بالإثارة والجنون والمتعة. برشلونة يضرب بالخمسة ويذهب للدور القادم في كأس ملك إسبانيا. اليونايتد يتعثر أمام كريستال بالاس بهدف قاتل في الثواني الأخيرة ليقتسمان نقطة التعادل. بمجرد تشغيلك الفيديو فأنت بقيت فرد من عائلة هبديانو، فانزل اكتب لنا في التعليقات وقول لنا هل جوارديولا اتفلسف زيادة عن اللزوم في مباراة السيتي وتوتنهام لما قعد دي بروين وقعد كانسيلو وقعد فودن وقعد برنالدو وقعد وولكر، قعد كل النجوم دول على الدكة، ولا انت رايك ايه؟ انزل اهبط في التعليقات واخبط الاشتراك المتين. الدوري الانجليزي نبدا بتوتنهام ومانشستر سيتي، المباراه العجيبه والغريبه والمجنونه واللي كل شويه على حال. بدا توتنهام تحضيره للمباراه وكنت تحضيره للمباراه قدام مانشستر سيتي بالتشكيله اللي هي المتوقعه. اما بقى جوارديولا الفيلسوف اللي دايما بيتفلسف بزياده بدا مباراته من غير ولا دي بروين ولا جواو كانسيلو ولا وولكر ولا فودن ولا برناردو سيلفا، 5 نجوم دايما بيلعبوا اساسيين ما نزلهمش مباراه توتنهام وهو محتاج ان هو يفوز، ما بداش بالخمس لاعيبه دول. فدايما جوارديولا بيتفلسف زياده عن اللزوم. انا قائد بمزاجي وعندي وجهه نظر وهتشوف. ودايما الفلسفه بتاعته دي يا اما بتوديه للقمه يا اما بتنزله لتحت. لكن جوارديولا كان محظوظ جدا في المباراه دي. ليه؟ ان في واحد بس كان في يومه وفي واحد بس كان عامل مباراه عظيمه وهو الجزائري رياض محرز. قدم مستوى عالي جدا وانقذ جوارديولا من الغرق، انقذ جوارديولا من تعادل او هزيمه امام توتنهام بادائه الخارق. جوارديولا بدا تشكيلته ب4 مهاجمين، الفاريز وهالاند ورياض محرز وجيرليتش، فلاعب ب4 مهاجمين. ومش بس كده، لا ده نزل كمان لاعب شاب مكان كانسيلو خلاه يلعب مكانه، وما نزلش ولا وولكر ولا نزل اصلا دي بروين. فكانت الامور عنده متعقده جدا وخصوصا في الشوط الاول. فقدر توتنهام يخطف هدفين وبسهوله جدا وبذكاء هاري كين في الهدف الثاني لما اتزحلق وقدر يجيب الكره، فقدر توتنهام يخطف هدفين قبل الشوط الثاني. خطف جوارديولا وخطف مانشستر سيتي بهدفين وخلص الشوط الاول. وجا بقى دور جوارديولا اللي هو بقى ايه؟ مش الدور التكتيكي، الدور المعنوي. وبالفعل جوارديولا استغل الربع ساعه ما بين الشوطين انسب استغلال، قدر يشحن اللعيبه بتاعته بطاقه وباور وقدر يحفزهم بكلمات وقدر يفوقهم عن الاداء اللي كان سيء جدا في الشوط الاول. وبالفعل نزلوا الشوط الثاني، نزل هالاند، نزل رياض محرز، نزل جريليتش، نزل الفاريز بمعنويات عاليه جدا وكانوا بيلعبوا باداء اعلى، والمنظومه كلها كانت بتقدم اداء عالي جدا في الشوط الثاني. وبالفعل قدروا في دقيقتين بالظبط زي ما حصل معاهم مع توتنهام قبل ما ينتهي الشوط الاول في دقيقتين خطفوهم في هدفين، نفس الكلام مانشستر سيتي في دقيقتين جابوا التعادل، واحد باقدام هالاند وواحد باقدام الفاريز. جه بقى الدور على رياض محرز ان هو يقتلهم بالهدف الثالث والهدف الرابع. رياض محرز بيقدم افضل مواسمه وافضل مستوياته، ورياض محرز بيعمل كرة هجوميه ممتعه جدا سواء بالاسيستات او بالاهداف. فرياض محرز في اعلى مستوياته. اتمنى بقى ان جوارديولا ما يجيش الماتش الجاي يروح مقعده على الدكه، لان جوارديولا ساعات بيتفلسف زياده عن اللزوم ما تتوقعلوش. لكن رياض محرز حاليا هو وهالاند افضل لاعبين في مانشستر سيتي ككل، ومن ضمنهم دي بروين. فاللاعيبه دي بتقدم مستويات عاليه جدا. ويقترب جوارديولا شيئا فشيئا من ارسنال، حيث اصبح جوارديولا 42 نقطه وارسنال 47 نقطه، اما توتنهام في المركز الخامس ب 33 نقطه. اما الشياطين الحمر بعد ديربي مانشستر قدموا مباراه متواضعه جدا امام كريستال بالاس، وكانوا مسجلين هدف واحد وناموا على الهدف على اساس انه يخلص اللقاء كده، الا وجت قذيفه من لاعب كريستال بالاس اللي تحرم مانشستر يونايتد من الفوز والحصول على ال3 نقاط، واصبح اليونايتد في المركز الثالث. في كأس الخليج العربي كانت الإثارة والمتعة والتشويق حاضرة، والإثارة والمتعة والتشويق ما كانتش كافية للي احنا شفناه.
شفنا مباراة دراماتيكية. مباراة العراق وعمان كانت بتاخدنا لأماكن بعيدة جدا عن توقعاتنا. قدر العراق ان هو يحسمها في الأنفاس الأخيرة بهدف قاتل. المباراة فضلت 1-0 لغاية الدقيقة 82، وبعدين أهدر لاعب عمان ركلة جزاء وفضلت 1-0 لغاية الدقيقة 92. لكن جه بقى هنا دور اللاعب العماني يسجل هدف التعادل، واتجهت المباراة لأشواط إضافية، وقلنا المباراة خلاص هتروح لركلات جزاء. لكن لا، العراق تضرب بالهدف الثاني، وبعديها بقى في الدقيقة 120 قبل ما ينهي الحكم صافرة النهاية يجي التعادل لعمان، وبعديها على طول فورا يرد عليه العراق بهدف قاتل وتنتهي المباراة. مباراة حبة هنا وحبة هنا، ما تعرفش الكاس كان لمين، لكن العراق تحسمها في النهاية وتحصل على كأس الخليج وتتخطى السعودية في المركز الثاني وتحصل على الكأس الغائب من 1988. قدروا يحصلوا عليه، وهذه المرة الرابعة ليهم. ريال مدريد بسيناريوهات دوري الأبطال بتاعت الموسم اللي فات بيعمل رومونتادا ولا أروع على فيا ريال، بيقلب تأخروا من 2-0 ل 3-2، ومازال ريال مدريد بيعاني، ومازال ريال مدريد لازم يجيب صفقات عشان يقدر ينافس ويقدر يلعب مواجهة ليفربول في دوري الأبطال ويقدر ينافس برشلونة على الليجا. الريال قدر يتخطى فيا ريال بصعوبة جدا، وده يحسب للاعبين ويحسب لكارلو أنشيلوتي ان هو رجع بعد ما كان مهزوم 2-0 وكان على قرب الخروج من الكاس، قدر يرجع بالنتيجة وقدر يفوز 3-2. لكن مش كل مرة تسلم الجرة، في حاجات كتير غلط في خط دفاع ريال مدريد محتاجة ان هي تتغير. لازم تجيب أظهرة سواء مندي أو كارفاخال مش قادرين يأدوا بالمستوى المطلوب، وكمان إصاباتهم كتيرة، فالبديل بتاعهم مش موجود. سواء مندي بتجيب له بديل مش بتلاقيه مناسب، وسواء كارفاخال بتجيب له بديل برضه، سواء ميليتاو بديله مش بيبقى مناسب. الهلال والنصر في مواجهة باريس هي مباراة ودية بس مباراة تحسها كده جاية من نهاية دوري الأبطال، مباراة فيها المتعة والإثارة والتشويق فوق فوق فوق. مباراة شهدت 9 أهداف ولا أروع منهم، أدى فيهم الفريقين مباراة عالية جدا، مباراة ما تحسهاش ودية سواء من الفرقة دي أو من الفرقة دي، مباراة متاخذة وقت الجدية ومتاخذة وقت الحماس والإثارة كانت في المباراة دي. فقدر الفريقين ان هم يأدوا مباراة عالية جدا، وخصوصا اللقاء الأخير اللي جمع بين ميسي وبين رونالدو، فهو لقاء كان يشهد من الحماس والإثارة والتشويق. قدر ميسي يسجل وقدر رونالدو يسجل ثنائية، فكانت مباراة ليها طابع وليها معنويات عالية جدا عند الجماهير وعند اللاعبين، مباراة للتاريخ.